العيد الكبير في مصر مش بس طقوس، ده مناسبات دينية واجتماعية وروحانية، فيها الرحمة والمحبة والطاعة واللمة الحلوة. الناس بتصحى الفجر، تتوضى وتلبس اللبس الجديد، وتخرج تصلي صلاة العيد، سواء في الجوامع أو الساحات. صوت التكبيرات بيملى الشوارع، وده لوحده بيخلي القلب يفرح. بالنسبة للأضحية، بعد الصلاة بيبدأ وقت الذبح. الناس بتذبح وتوزع اللحمة على الغلابة والجيران. ريحة الشوي بتبقى مالية كل الشوارع. بالنسبة بقى للمة العيلة، الضحك والحكايات واللمة اللي بتتكرر كل سنة. بالنسبة بقى لفرحة الأطفال، الهدية من العيلة بتساوي سعادة حقيقية. ويجيلك بقى الجزء الحزين، واللي الناس بتفتكر فيه الذكريات. الناس بتزور المقابر وبتدعي لأحبابها وتفتكرهم بالخير وهم بيعيطوا على فراقهم. أهم حاجة تاخد بالك منها إن بلدنا مش بلد عادية، بلدنا شعب مترابط وكلنا عايشين إيد واحدة، أكننا عيلة واحدة. نسيت أقول لكم كل سنة وحضراتكم طيبين وعيد سعيد عليكم أجمعين. ولو وصلت